تعرضت له على أيدي المسلحين الحوثيين. ومن جهتها أعلنت اللجنة الأمنية العليا حظر التجوال في 4 مناطق شمال العاصمة. يأتي ذلك فيما أكد مسؤولون بقطاعي الأمن والصحة اليمنية أن 4 مدنيين قتلوا في اليوم الثالث من القتال الدائر بين الجيش اليمني والحوثيين في العاصمة صنعاء. متغير جديد ربما يوقع اليمن في أتون حرب أهلية عقب دخول قبائل الأحمر التي توصف بأنها من أقوى القبائل في الداخل اليمني على خط النار ضد الحوثيين. فقد وقع قتال عنيف بين الطرفين نتج عنه عدد كبير من القتلى والمصابين. القتال الذي انحصر في الأيام الماضية للسيطرة على شمال العاصمة صنعاء امتد ليشمل مناطق أخرى في الجنوب وسط نزوح كبير لآلاف السكان هربا من العنف، فضلا عن تردي الحالة الأمنية في العاصمة. جامعة صنعاء أكبر جامعات البلاد أغلقت أبوابها بعد سقوط قذيفة مورتر داخل الحرم الجامعي. التلفزيون الحكومي بث رسالة استغاثة لمؤسسات محلية ودولية للتدخل لإنقاذ حياة مئات العاملين المحاصرين داخله منذ أيام عقب استهداف الحوثيين له بقذائف مورتر، مما أدى إلى اشتعال النيران به وتدمير جزء كبير منه. الجهود الدبلوماسية لم تؤتي ثمارها حتى الآن في نزع فتيل الأزمة. جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أبدى بالغ أسفه للتطورات الجارية بما فيها اللجوء إلى العنف. مراقبون للشأن اليمني يطالبون الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بلعب دور لإنهاء الأزمة، ويتهمون الحوثيين بتنفيذ أجندات خارجية. وفي الأسابيع الأخيرة نظم الحوثيون بدعم من إيران اعتصامات سلمية في بادئ الأمر عند عدد من الوزارات، داعين إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة الدعم على الوقود. وسرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات من سلمية إلى مسلحة، واستجابة من الرئيس اليمني هادي أقال الحكومة وأعاد جزءا من الدعم على الوقود، ولكن تلك الخطوة لم تفلح في إنهاء الأزمة. الملف اليمني نفتحه للنقاش مع ضيفي من صنعاء الكاتب والصحفي عبد الله بن عامر، وايضا ارحب بضيفي بالاستوديو السيد سمير الشباني الكاتب والمحلل السياسي. اهلا ومرحبا بكم. ابدا من صنعاء من العاصمه اليمنيه، يعني الحوثيون يسيطرون على مقر التلفزيون في اي بلد في العالم. عندما تسيطر المعارضه او جماعات مسلحه على مقر الاذاعه والتلفزيون بالتحديد فان ذلك يعد انقلابا عسكريا. هل نحن أمام أو نتحدث الآن عن انقلاب في صنعاء؟ ليس الأمر بهذا الشكل، والدليل أن من سيطر على التلفزيون هو مجموعة مسلحة موالية لأنصار الله، وسرعان ما انسحبت من هذا الموقع. والآن تم تسليم مقر التلفزيون للشرطة العسكرية، وهي قوة عسكرية محايدة. كانت الاشتباكات حول التلفزيون بسبب تواجد لواء عسكري منه كان يتم قصف بعض أحياء مناطق العاصمة صنعاء، ورغم بعض الوساطات إلا أن اللواء لم يستجب لهذه، مما اضطر المسلحين أو ما يسمى باللجان الشعبية التابعة لأنصار الله من الرد على هذا الأمر. والمنطقة الشمالية هي اشتباكات مستمرة، يعني لا أحد يدري أو أحد يتهم طرف دون آخر. هي اشتباكات بين طرفين وبين مسلحين من التجمع اليمني للإصلاح وأيضا أنصار الله الحوثيين والإصلاحيين. وأيضا هناك حظر للتجوال للمواطنين. ما مدى التزام المواطن اليمني أو القاطنين في صنعاء بهذا الحظر؟ الآن حتى هذه اللحظة هناك وقف لإطلاق النار. بالفعل هناك هدوء في المنطقة الشمالية الغربية بعد مواجهات عنيفة، وحظر وقف إطلاق النار ساري في تلك المناطق، وهناك تواجد لبعض ألوية الجيش في تلك المناطق، ولا حتى هذه اللحظة لا يوجد أي خرق لوقف إطلاق النار. نعم. سيد سمير، هنا في الاستوديو يعني جمال بن عمرو والموفد الأممي لليمن تحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف. هل بالفعل هناك اتفاق أم يعني ما نراه على الأرض اشتباكات، يعني وهناك سيطرة وهناك ألسنة لهب وهناك حظر للتجوال؟ تؤكد كل المصادر أن هناك فعلا توافق على ورقة تم الاتفاق عليها وسيتم توقيعها غدا صباحا. قد تؤدي هذه الورقة إلى حالة من المصالحة بين السلطة وجماعات الحوثي
أنصار الله الحوثي. لكن هل هذه الورقة ستنجح في ضبط بقية الأطراف المتحاربة؟ في حقيقة الأمر الوضع في اليمن كما هو باين من المشهد في غاية التعقيد. القوات المسلحة اليمنية التي كان يفترض أن تكون قد بدل من أجل إعادة هيكلتها ما يقارب الثلاث سنوات، أعيد بناها ولو بشكل جزئي على أساس وطني، إلا أنها أكدت الأحداث الأخيرة أنها لا زالت ألوية مفرقة الولاءات، ويبدو وكأنها ميليشيات تتبع كل جهة واحدة من مراكز القوى القديمة التي كانت تشكل مركز سلطة الفساد والاستبداد السابق. ويبدو أن الحوثي كمركز قوى جديد ناشئ يرغب في الاستئثار بأكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية في هذه اللحظة. لكن هذا الأمر وقع مع جمال بن عمر وبواسطة جمال بن عمر مع الأخ رئيس الجمهورية، لكن هل هذا الأمر قابل للنفاذ على علي محسن الأحمر؟ هل هذا الأمر قابل للنفاذ على الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي لا زالت جامعته محاصرة حتى الآن؟ ربما الأمر أكثر تعقيدا هنا كما تشرح. دعني أعود بسؤال إلى صنعاء. السيد الرئيس هادي في ثالث أيام الاشتباكات يتحدث أيضا عن تسوية جديدة. على ماذا يستند السيد هادي في حديثه الآن بعدما استمعنا إلى تصريحات من أممية، ولكن على الأرض هناك تعقيد أكبر من النقاط كما جاء في التسريبات حول 6 نقاط الاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية؟ بالتأكيد هناك وضع سياسي جديد، والوضع الميداني يفرض نفسه على الأجندة السياسية، وهناك مشهد سياسي جديد بعد هذه الأحداث. هناك قوى ستتوارى عن الأنظار أو سيقل حجمها أو نفوذها أو تأثيرها بالذات على مركز صنع القرار، وهناك قوى أخرى ستشترك في السلطة كأنصار الله الحوثيين الذين استطاعوا بعد هذه الأحداث أن ينتزعوا مثل هذه الأمور، وأيضا حققوا الكثير من المكاسب السياسية خلال الفترة الماضية بفعل إخفاقات السلطة وبفعل فساد السلطة. وكما أشار ضيفك الكريم، بالفعل كان هناك فرصة كبيرة أمام السلطة بأن نتحول أو نقفز نحو اليمن الجديد، نحو بناء الدولة الحقيقية، لكن للأسف الشديد ظلت مراكز القوى التقليدية هي الحاكمة وهي المسيطرة بعقلية الأزمة، وهي المتحكمة باليمن بفعل الأزمات التي افتعلتها وبفعل السياسات الفاشلة والإخفاقات الحكومية وعدم إدارة ملفات البلاد وفق رؤى علمية. كل ما كان يدور مجرد ولاءات ومجرد شراء ذمم، والإخفاقات خلال العامين الماضيين كان نتاجها بالطبع هو ما حدث اليوم وما سيحدث أيضا في المستقبل. هناك مشهد سياسي جديد سيتشكل، وبالفعل هناك تسوية جديدة. ستكون هذه التسوية بديلة عن المبادرة الخليجية وعن اتفاق التسوية الذي تم توقيعه في نوفمبر 2011. وأعتقد أن غدا سيتم الإعلان عن هذه البنود، وإن كانت بعض البنود حتى هذه اللحظة لا نستطيع أو معرفتها، لكنها هي متعلقة بإشراك الحوثيين في السلطة وإشراكهم في مركز صنع القرار، وأيضا هذا ما جاء سيد عبد الله في مخرجات أيضا الحوار الوطني الذي تم مع كل فصائل وشرائح المجتمع اليمني. هناك خرق من قبل الحوثيين، لم يسلموا السلاح كما نص على مخرجات هذا الحوار الوطني. يعني من لم يلتزم منذ البداية هم الحوثيون. لماذا يعطوا الآن صلاحيات أكبر وصلاحيات سياسية وإشراك في الحياة السياسية ما لم يلتزموا بمخرجات الحوار الوطني؟ تصحيح لمعلوماتك، الذي خرق الاتفاق وتنفيذ مخرجات الحوار هو طرف السلطة نفسه، هو تجمع الإخوان المسلمين وما يعرف بالتجمع اليمني للإصلاح. كانت فعلا من ضمن مخرجات الحوار وثيقة الضمانات إشراك الحوثيين وتغيير الحكومة، إلا أنه تم الانقلاب على هذا الأمر. وفي إحدى جلسات اختتام مؤتمر الحوار حلف أحد القياديين الإصلاحيين بالأيمان وقال لن يشارك الحوثيون في الحكومة، وهذا ما دفع بالفعل الحوثيين إلى قيادة الشارع والخروج ضد الحكومة، وأيضا تحقيق بعض المكاسب السياسية والشعبية بمجرد تبنيهم لمسألة إسقاط الجرعة السعرية وأيضا مطالب شعبية أخرى. وبالتالي فإن الإخفاق كان من السلطة وليس من الحوثيين، وكانت البداية لو كان بالفعل تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عقب انتهاء التوقيع على تلك الضمانات وتنفيذ ما ورد فيها لم نكن لنصل إلى هذا المشهد. لكن للأسف الشديد حماقات بعض القوى السياسية
في تلك الفترة أودت بنا إلى هذا الأمر، وكانوا يظنون أن الحوثيين لن يستطيعوا الوصول إلى العاصمة صنعاء، وكانوا يقولون الحوثيين سيظلوا في صعدة، ونشبت حرب في دماج وبعدها في كتاب ثم في حاشد ثم في عمران، ويقولون عمران خط أحمر ثم صنعاء خط أحمر. الآن أصبح الحوثيين في العاصمة وأصبحوا يفرضوا الكثير من الشروط السياسية، وهذا كله بفعل حماقات الطرف الآخر، وأيضا ما حققه الحوثيون من مكاسب خلال الفترة الماضية. نعم، جماعة الإخوان المسلمين سيد سمير في اليمن لماذا تدفع السلطة وتصر وتتآمر مع السلطة على الدفع بالحوثيين ربما للتوجه إلى الشارع أكثر، وهذا المشهد الدموي الذي نراه في شوارع العاصمة صنعاء؟ في الحقيقة جماعة الإصلاح الواقعة تحت تأثير نفوذ حاشد القبلي والعسكري، ممثلة بأولاد الأحمر في رئاسة المؤتمر أو رئاسة التجمع اليمني للإصلاح، وعلي محسن الأحمر في قيادة الجيش، كانت تحاول أن تحسم الصراع مع الحوثيين مبكرا بعد ما تم التعارف عليه حوار وطني. في الحقيقة كان عبارة عن محاولة لتجهيز الوضع على الورق والانتقال مباشرة لتطبيقه. لهذا كان الأخ عبد الله محق عندما قال أن هناك أطراف أخرى غير الحوثيين هي من نقض الاتفاق المكتوب في إطار الحوار الوطني، وبادر لتغيير الواقع على الأرض لرسم صورة جديدة لنظام جديد. في حقيقة الأمر هذا النظام الذي كانت تحاول أن ترسمه قوى التسلط ممثلة به القبيلة والجماعات الأصولية أو الإسلاموية، كانت تحاول أن تعيد إنتاج نظام قائم على أساس استبدادي، كما أن الطرف الآخر وهو جماعة الحوثيين المبني عقائديا على أساس فكر طائفي لا يمتلك مشروع وطني بقدر ما يمتلك مشروع لإعادة صياغة مركز قوى جديد بصيغة جديدة. نعم. كما أن الأخ الرئيس في حقيقة الأمر وبقية اللقاء المشترك لم يبلور مشروع وطني حقيقي للانتقال باليمن نحو حلول جادة. كما أن الوسطاء الدوليين محدودية الأفق لديهم ظلت مسيطرة عليهم إلى حد كبير. أنا أخشى أن الذي يحدث الآن في اليمن من تطورات متصاعدة ليس ببعيد عما يحدث في المنطقة العربية بشكل عام، وبشكل خاص في ربما كلها الهلال الخصيب في الشام والعراق. نعم. وأتصور أن لإيران دور وللإخوة في العربية السعودية دور في حلحلة هذا الموضوع اليمني، لكن في كل الأحوال الحلول المطروحة هي ليست الحلول التي ستؤدي لتحقيق مطالب وأماني الشعب اليمني في التغيير نحو بناء دولة المواطنة. نعم سيد عبد الله، في صنعاء يعني عندما يخرج الرئيس هادي ويطالب المواطنين بتشكيل حزام لحماية العاصمة صنعاء، ترجم هذا التصريح بعدها بحمل بعض من الميليشيات المحسوبة أو المناصرة للحكومة السلاح والهجوم والتصدي للحوثيين أو الاشتباك معهم بالسلاح. إلى أي مدى عقد هذا التصريح أو هذه المناشدة المشهد في اليمن؟ يا أخي العاصمة صنعاء هي عاصمة مفخخة بالسلاح، وهي برميل بارود فيما لو انفجر بشكل كامل. الوضع خطير هنا في صنعاء لأن كل مواطن لديه سلاح، وكل جماعة أو كل مركز نفوذ قبلي لديه مخازن أسلحة. هناك 70 معسكر داخل العاصمة صنعاء، 70 معسكر وأكثر من 100 موقع للجيش وموقع أمني أيضا داخل وأيضا في محيط العاصمة اليمنية صنعاء. وبالتالي فإن دعوة الرئيس أعتقد هي نوع من امتصاص أو بعض القوى، وأما ما يحدث في الشارع هو عكس ذلك تماما. لم يكن هناك، وهذا شيء إيجابي، أي حرب بين المدنيين بين مواطني العاصمة، حتى وإن كان هذا يهدف إلى كتصريح الرئيس يهدف إلى مواجهة فرضا أنصار الله،
نجد أن أنصار الله يشكلون نسبة كبيرة من أبناء العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتالي فالسلطة هي نفسها من عملت على تمدد أنصار الله ثقافيا وفكريا، وبفعل الإخفاقات وبفعل ما حدث خلال العامين الماضيين. وأيضا جماعة الإخوان المسلمين هي من سهلت هذا الأمر بفعل حماقاتها التي ارتكبتها خلال سيطرتها على السلطة خلال العامين الماضيين من فساد مالي وإداري، ومن سوء استغلال السلطة، ومن إعادة تدوير المناصب بين قياداتها، وأيضا تكرار نفس الأساليب التي كان يستخدمها الرئيس السابق، بل وأبشع من ذلك بشهادة قيادة في المشترك. وبالتالي فإن أعتقد أنه يتوجب على الرئيس هادي وعلى السلطة أن تتحمل المسؤولية الكاملة في حالة ما إذا انفجر الوضع داخل العاصمة صنعاء، ومثل هذه الدعوات لا يجب أن يتم إطلاقها من رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا سيد عبد الله بن عامر. في صنعاء هناك معادلة، هنا الحوثيون يمتلكون سلاح، وأيضا الإصلاح يمتلك سلاح، كل المواطنين يمتلكون سلاح. صحيح. شكرا جزيلا سيد عبد الله بن عامر الكاتب والصحفي، كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء، والشكر أيضا موصول لك سيد سمير الشباني الكاتب والمحلل السياسي. شكرا. في ختام ملفات تذكير بعناوينها. كيري يشدد على أهمية الدور الإيراني في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وظريف يشكك في نوايا واشنطن بشأن الحرب على التنظيم. الدولة الإسلامية